يا ترى ايه ممكن يغير بنت ويحولها من مجرد بنت بريئة حلمها انها تكون مطربة مشهورة لأخطر قاتلة وساحرة في بلدها؟ اللي قدامكم دي هي مازنة إسماعيل، اللي اتولدت في سنة 1956 في دولة ماليزيا في أسرة فقيرة وبسيطة جدا، مكونة منها هي ووالدتها ووالدها. والدها اللي ما كانش بيقدر يوفر ليهم غير الأكل والشرب، وده اللي خلى مازنة تخرج من التعليم وهي في سن صغير جدا. وبعد ما كبرت شوية والدها قرر انه يسيبها هي ووالدتها ويبعد عنهم. بعدها مازنة قررت إنها تنزل تدور على شغل، وفعلا لقت شغل في مصنع قريب جدا منهم. يوم من الأيام كان صاحب المصنع اللي اسمه محمد فندي بيمر على العمال، شاف مازنة وأعجب بيها جدا وقرر إنه يروح يتكلم معاها. وفعلا راح وفتح كلام مع مازنة، ومرة في مرة أعجب جدا بمازنة وقرر إنه يعرض عليها الجواز. وفعلا عرض عليها الجواز، ووعدها إنه هيعوض فرق السن اللي بينهم بالفلوس اللي هو بيمتلكها، وإنه هيعمل لها ألبومات ويحقق لها حلمها بإنها تكون مطربة مشهورة. وفعلا مازنة وافقت، ولكن قبل جوازهم والدتها توفت، وده ما وقفش الجوازة، بالعكس الجوازة كملت. وبعد الجواز طلبت منه مازنة إنه يوفي بوعده معاها وإنه يحقق لها طلبها ويعمل لها ألبوم بصوتها. وفعلا محمد متأخرش عنها وعمل لها الألبوم اللي هي بتحلم بيه، ولكن الألبوم ده فشل ذريع. وطلب منها إنها تغير اسمها من مازنة إسماعيل لاسم أخف شوية ويكون لطيف على الناس. وفعلا غيرت اسمها لمنى فندي على اسم زوجها، ولكن ده ما غيرش أي حاجة. وبعدها واحد اسمه جيرمي حسن عرض على زوجها محمد فندي انهم يلجأوا للسحر علشان يخلوا مازنة تنجح كمطربة وانها تشتهر والناس تعرفها. وفعلا زوجها ما كدبش خبر، وخد مازنة ودوروا على اشهر ساحر موجود في البلد عندهم، وراحوا له علشان يخلوا مازنة مطربة ومشهورة والناس تحبها. لكن مازنة كان عندها وجهة نظر تانية، وطلبت من الساحر انه يعلمها السحر مقابل اي تمن هو عاوزه. وفعلا الساحر علمها كل امور السحر. وهنا مازنة كان حلمها انها تتعلم السحر اللي يخليها تبقى مطربة مشهورة وتعمل سحرها بنفسها، ما تستناش حد يعمله لها. ولكن بعد كده مازنة حبت السحر جدا وحبت انها تمارسه اكتر واكتر وتتعلم فيه. وفعلا اتعلمت كل انواع السحر تقريبا، وبدأت تشتغل ولكن مش كساحرة لكن كمعالجة روحانية. واتعرفت وسط الناس، ولكن مش كمطربة برضو، كمعالجة روحانية. وفتحت مركز، والمركز ده اشتهر جدا، وكان عندها زباين من كل الأنواع وكل الطبقات، وكان أكتر زباينها من طبقة الأغنياء والممثلين وكبار السياسيين في الدولة. وهنا مازنة جنت فلوس كتير جدا من شغلها كمعالجة روحانية أو كساحرة بمعنى أصح، واشترت قصر كبير جدا عاشت فيه هي وزوجها والمساعد بتاعهم جيرمي حسن. وفي القصر ده كانوا عاملين غرف سرية تحت مقابلة زباينها المهمين اللي مش عاوزين حد يعرف ان هما بيلجأوا للسحر. لحد ما في يوم من الأيام كلم منى واحد اسمه مزلان إدريس، واللي كان ذو منصب كبير جدا عندهم في الدولة، واللي طلب منها انه يقابلها. وفعلا راح وقابل منى في الغرف السرية اللي موجودة في القصر عندها، وطلب منها انه يكون رئيس لماليزيا. وهنا مازن خضت جدا لانها عارفة ان قدراتها في السحر ما توصلهاش للمرحلة انها تخلي حد رئيس لماليزيا. في الوقت ده كانت لسه هتصارحه بانها ما تقدرش، ولكن قطع تفكيرها وقال لها انه مستعد يديها المبلغ اللي هي عايزاه مقابل انها تحقق له اللي هو عاوزه. وطلب منها انها كمان لو عملت اللي هو محتاجه بعد كده تقدر انها تطلب منه اي طلب هي عاوزاه. فهنا مازنة قررت انها تقوله انها بس تاخد يوم او اتنين للتفكير وتعرف ايه نوع السحر اللي هتستخدمه معاه، وبعد كده هتنفذ له كل اللي هو عاوزه. وفعلا هو اداها المهلة اللي هي عاوزاها. واول ما مشي من هنا اجتمعت بزوجها والمساعد بتاعها، وفضلوا يتكلموا ويتناقشوا ازاي هياخدوا من الراجل ده الفلوس، لان هم عارفين ان قدراتهم في السحر متوصلهمش للدرجة دي ان هم يخلوا شخص يتولى رئاسة الدولة. وفعلا خلاص اتفقوا على الطريقة. وفي يوم اتصلت منى بالشخص ده اللي هو مزلان إدريس وقالت له إن يجي ويجيب معاه المبلغ اللي اتفقوا عليه. وفعلا راح مزلان وما كدبش خبر، وخد معاه المبلغ اللي اتفقوا عليه وكان رايح لوحده زي ما أمرته منى. وأول ما دخل منى خدت منه المبلغ، وبعد كده طلبت منه إنه ينام على السرير اللي قدامه. وفعلا نام مزلان. وهنا بدأت منى تعمل عليه شوية من الطقوس وكأنها بتمارس نوع من أنواع السحر. وفجأة وبدون أي مقدمات جه جيرمي حسن وبساطور فصل راس مزلان عن جسمه،
وبدأوا يقطعوا جسمه ل 18 قطعة، وده لأنهم كانوا بيقدموه كقربان علشان يعملوا نوع جديد من أنواع السحر. وفي الوقت ده كلوا بعض أجزاء منه، وده زي ما كان بيطلب منهم السحر اللي هم عاوزين يعملوه، والأجزاء التانية خدتها هي وزوجها والمساعد بتاعهم ودفنوها في كوخ قريب من البيت بتاعهم أو من القصر بتاع منى. طبعا بعد اختفاء مزلان بدأت الناس كلها تدور عنه، بحكم ان هو راجل سياسي وذو منصب مهم جدا في الدولة. الدنيا قامت وما قعدتش، وطبعا محدش عارف او شك بنسبة 1% ان مزلان ليه علاقة بمنى فندي، لان هما اكيد مش عارفين ان هو بيشتغل في السحر، او اكيد ما قالش لحد انه هيلجأ للسحر علشان يتولى منصب رئاسة الجمهورية. وفي من الايام ومساعدها جيرمي حسن كان مروح على القصر، قابله كمين واقف وطلبوا منه الرخص وطلبوا منه ان هم يفتشوه وبدأوا يسألوا شوية أسئلة. في الوقت ده جيرمي قلق جدا وحس ان الموضوع له علاقة بمنى وزوجها، وان هم قبضوا عليهم بتهمة قتل مزلان إدريس، ان هم دلوقتي بيقبضوا عليه علشان منى وزوجها اعترفوا عليه. بدأ جيرمي يحكي للشرطة على كل حاجة من الأول للآخر، وهم أصلا كانوا بيسألوه أسئلة بسيطة جدا زي انت رايح فين أو جاي منين، لكن هو بدأ يعترف لهم بكل حاجة. قال لهم انه ملوش دعوة، وان منى وزوجها هم اللي خططوا لكل حاجة، وهم اللي قتلوا إدريس، وهو بس كان عبد مأمور، وهو اللي فصل راسه عن جسمه وساعدهم في ان هم ينقلوا بعض أجزاء من الجثة. وهنا طبعا الشرطة اتفاجئت لان هم كانوا بيسألوه في حاجة او بيعترف لهم بجريمة بشعة جدا هم ما كانوش حاسبين حسابها او عارفين انها تمت اصلا. المهم ان هنا تم القبض على منى وزوجها واللي اعترفوا بكل حاجة، وطبعا اكيد مش هيقدروا ينكروا لان هم راحوا وطلعوا جثة مزلان من المكان اللي كانوا دافنينه فيه. في 1995 تمت محاكمتهم وتم الحكم عليهم بالإعدام. وطول المحاكمة كانت منى في كامل أناقتها وكانت بتبتسم، وابتسامتها كانت ابتسامة غريبة جدا ومخيفة في نفس الوقت. وفي سنة 2002 تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، والجملة اللي كانت بتقولها منى هي لن أرحل لأنني سأعود مرة أخرى. كانت قصة منى فندي اللي اتحولت من بنت بريئة حلمها إنها تكون مطربة مشهورة لأخطر ساحرة وقاتلة في ماليزيا.